من حوالي 15 سنة كنت مسؤول عن حساب كبير عندنا في الشركة، عميل قديم، لكن العميل ده أو الشركة دي كان مشكلتهم الأزلية إن هم بيأخروا الفلوس اللي عليهم، فكان يعني مهمة شاقة بالنسبة لي كل شهر ان انا ابوش او احاول ان احنا نكون بنحصل. في شهر من الشهور جالي المحصل بيقول لي لا، ده المحاسب قال لي يعني مش النهارده، فوت علينا وقت تاني. ففي اللحظة دي انا قررت بقى انه ما بديهاش بقى، انا هقرص عليهم شويه، ورفعت سماعه التليفون والمحصل واقف قدامي وهقول الكلام يعني التقيل اللي بيزعل. قال لي طب استنى بس اقفل التليفون هقول لك كلمتين. وانا فاكر كويس قوي انه قال لي الامور ما تتاخدش بالشكل ده، في عملاء دي طريقتهم الطبيعيه في التعامل، هو بيأخر الفلوس مش عشان هو معهوش فلوس، لكن هو بيحاول يوفر كاش فلو عشان يشتري حاجات تانية، فبيجي على الموردين. فبصيت له كده وقلت له طب تمام، يعني ما عايزين فلوسنا. قال لي احنا هنصعد بشكل تدريجي. ومن هنا ابتديت اتعلم حاجه مهمه قوي، انه انت كاكاونت مانجر زي ما انت النهارده بتحط خطه عشان تقدم للعميل منتج اخر او تكبر الشغل معاه، انت كمان لازم يبقى عندك خطه تصعيد تدريجي مع العميل علشان تقدر تحصل الفلوس بتاعتك في نفس الوقت ما تخسرهوش. ولكن حاسب، لانه كل عميل ليه حاله مختلفه عن التاني، يعني ما ينفعش نيجي نقول هنصعد بشكل تدريجي مع كل الحسابات ب1 2 3 4.